مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام. في بداية الفيلم بنتعرف على مارك وصاحبه والتر، واللي بيكونوا شباب في ثانوي وداخلين الجامعة. بيروح مارك البيت وبيتفاجئ مفاجأة حلوة لما بيلاقي مامته مجمعة له صحابه وعاملة له عيد ميلاد، واللي بيفرحه أكتر هو وجود مالينا صاحبته من المدرسة، واللي بتكون في نفس الوقت الكراش بتاعه. طول عيد الميلاد بيبان قد ايه مارك مركز مع مالينا، ولكن مامته هادمة الملذات دايما بتبوظ له اي لحظة ممكن يقرب منها من مالينا من غير ما تاخد بالها، لانها بتتعامل معاه كطفل صغير مش شاب مراهق. وبيكون حاضر عيد الميلاد راندي، واللي الكراش بتاعته تانية ام مارك. والتر بيحس ان ام مارك فصيلة زي ما كلنا حاسين، وبيتفق مع مارك يشوف اي يوم مامته هتكون بره البيت فيه ويتجمعوا عنده. وفعلا بيستغل اول فرصة بتكون مامته خارجة فيها مع راندي يتعشوا بره، وبيكلم والتر ومالينا وواحدة تانية صاحبتهم، وبيتجمعوا عشان يعيشوا شبابهم ومراهقتهم ويهقوا ويمقوا. في الوقت ده بتكون تانية قاعدة مع راندي، وبدل ما يتكلموا في حياتهم بيتكلموا عن مارك وخوفها عليه وشكها انه بيتفرج على افلام اباحية، وبالرغم من انها بتفتش موبايله ولابتوبه باستمرار وبيكون ماسح الهيستوري، الا انها بتكون متأكدة انه بيعمل كده. راندي ما بيعجبوش طريقة تانية، وبيقول لها انه مش من حقها تفتش وراه لانه كبير، ومن حقه يكون ليه مساحته الخاصة لوحده ايا كان بيعمل فيها ايه. وقبل ما يبدأوا مارك واصحابه سهرتهم بيلاقوا الباب بيرن، وبيكون اللي على الباب القس اللي تانية بعتها من الكنيسة عشان يدي مارك درس في البيت في غيابها. مش قلتلكوا هادمة اللذات ومفرقة الجماعات؟ ومارك خلاص بيبقى متأقلم مع تصرفات مامته وتفكيرها، لأنه عارف إنها مدة بسيطة وهيسيبها ويدخل الجامعة. وفي يوم بينزل يجيب طلبات، وهناك بيقابل ست قد مامته وبتكون جميلة جدا اسمها كريسا، وبتطلب منه يساعدها في اختيار الدش المناسب لأنها كانت فاكراه بيشتغل في المحل. بيصحح لها مارك المعلومة، ولكنه برضه بيساعدها برأيه. ولما بيخرج من المحل بيتفاجئ بوجودها بره المحل بعربيتها وكأنها مستنياه، وبتطلب منه يجي معاها البيت يركب لها الدش وهتديله مقابل مادي. وفعلا بيروح معاها، وبعد ما بيركبه بتدخل كريسا بمنتهى الثقة وبتقلع الروب وبتقرر تجرب الدش. ومش بس كده، دي كمان بتعزم على مارك يجي يجربه معاها. في البداية مارك بيمتنع وبيتوتر، لكنه بيحس ان دي فرصته عشان يطبق اللي بيتفرج عليه. وفعلا بيجربوا معاها وبتقع الفاس في الراس، وبيحس مارك انه عمل انجاز، فبيرجع البيت وكل طاقة وسعادة. ومامته بتلاحظ انه متغير ومنطلق ومبسوط، وبتسأله عن السبب، لكن طبعا ما بيقولهاش حاجة. وبيروح يحكي لصاحبه والتر، وبيكون فخور جدا باللي حصل، وطبعا والتر بينبهر زيه. وتاني يوم بنشوف تانية مارك وهو نازل ولابس بدلة ومتشيك، ولما بتسأله رايح فين بيقول لها انه نازل في ديت، ولكن ما بيقولهاش مع مين. وبتكون هتتجنن وتعرف البنت اللي معاه، فبتجري تبص عليه وهو بيركب العربية معاها، لكن ما بتقدرش تشوف ملامحها. وكل ده بيتم في وجود راندي اللي ما بيكونش عاجبه تصرفات تانية. وفي الديت بيقعد مارك مع كريسا وبيتكلم معاها عن نفسه، وانه حصل على منحة في جامعة كبيرة وكويسة جدا زي ما كان بيتمنى، وانه هيدرس برمجة لان ده شغفه من زمان. وبيحكي لها عن التطبيق اللي صممه عشان يساعد الانسان في حياته ويومه وتظبيط مواعيده، وانه عمله مخصوص عشان مامته لانها معتمدة عليه في كل حاجة، وهو هيسيبها ويروح الجامعة، فحب يسيب لها تطبيق من فكرته تساعدها ويحل محله. بتعجب كريسا بفكرته جدا وبتبين له قد ايه هي معجبة بيه. ولما بتدخل التويلت بيجي راجل يقرب من مارك وبيحذره من كريسا وبينصحه يبعد عنها. طبعا مارك ما بياخدش في باله وبيفتكر ان الراجل ده غيران من مارك لانه قاعد مع واحده كبيره وحلوه كده زي كريسا. المهم علاقه كريسا ومارك اتطورت، وبقى بيروح لها البيت كتير وبيقربوا من بعض اكتر واكتر. وطبعا تانية ملاحظة ان ابنها متغير وبتكون هتتجنن وتعرف السبب، ومهما تحاول تتكلم معاه بيكون متحفظ ومش بيحكي لها حاجة. فبتضطر تفتش في تليفونه وهو نايم، وبتشوف الرسائل اللي بينه وبين كريسا، لكن بتكون لسه مش عارفة سنها. والحقيقة ان كريسا مش بتخلي في نفسها حاجة، وبتروح لمارك البيت بيتفاجئ بوجودها وهي بتتعامل عادي كأي اتنين مرتبطين، ومش بتكون شايلة هم مامته تعرف، بالعكس بتعرف نفسها لمامته بمنتهى الثقة. تانية بتكون مصدومة من فرق السن، وبتقعد هي وراندي ومارك وكريسا ياكلوا. ووقت الأكل بتحكي لهم كريسا قد إيه هي فخورة بمارك وأفكاره وفكرة التطبيق اللي عمله، وإنها بتنصحه يكمل ويركز في الشغل وما يروحش الجامعة. طبعا كل الكلام ده بيستفز تانية اللي بتحس إن في معلومات واحدة غيرها تعرفها عن ابنها. ومش بس كده، دي كمان بتشجعه ما يروحش الجامعة اللي أخد فيها منحة ويكمل شغله بثانوية عامة. فبتنفعل عليها تانية وبتطلب منها تبعد عن ابنها لأنه عيل بالنسبة لها وما عندوش الخبرة الكافية. طبعا الكلام ده بيضايق مارك جدا، وكريسا بتكون ذكيه وبتصطاد في الميه العكره، وبتفضل تشكر في مارك ودماغه وعقليته وانه راجل متكامل مش عيل زي ما مامته شايفاه. وكل ده بيخلي مارك يختار يمشي ويسيب لتانيا البيت ويروح مع كريسا. وسؤالنا ليكوا يا افنديه، لو انتوا مكان تانية هتعملوا ايه مع كريسا، وازاي هتخلوها تبعد عنه؟ يلا ورونا في التعليقات.
أما تانيا ما بتسكتش وبتبدأ تدور وراها، وبتعرف إنها أرملة كانت متجوزة راجل غني جدا وأكبر منها بكتير، ولكنه مات بطريقة غريبة وده اللي هنعرفه قدام. بتخاف على ابنها فبتقرر تحايل كريسا وتروح تتعرف عليها وترجع ابنها معاها، لكن كريسا ست عقر ومش سهلة وفهمت إن تانيا بتستهبلها، فبترفض تدخلها البيت وبتستفزها، وده كله بيعصب تانيا، وبتقول لكريسا إن مارك كلها كام يوم ويسيبها لأنه رايح الجامعة. فبتستفزها كريسا زيادة وتقول لها محدش عارف اللي هيحصل، وبتكون متأكدة إنها هتعرف تأثر على مارك وتخليه ما يروحش الجامعة. وعلى الفطار بيقعد مارك وكريسا مع بعض وبتعرض عليه ينقل ويعيش معاها، لكنه بيصدمها لما بيقول لها إنه كام يوم ومسافر لجامعته وإن وجوده هنا بشكل مؤقت بس. الكلام ده مع كلام تانية بيعصب كريسا وبتحس إنها هتخسر مارك بجد، فبتطلب منه يمشي. ولما بيمشي بيقابل والتر وبيحكي له اللي حصل، وبيقول له إنه قال لكريسا إن علاقتهم مؤقتة وفيما معناه يعني إنها تسلية لحد ما يروح جامعته. بيكون مارك متخيل إنه ناصح وصايع وما يعرفش إنها توديه البحر وترجعه عطشان. وبتكون تانية مع راندي وبتقول له إنها متضايقة جدا من كل اللي بيحصل وعاوزة تنقذ ابنها من الست دي، فبينصحها راندي تسيب مارك في حاله والايام هتعلمه هيبعد عن كريسا لوحده ويرتبط ببنت في سنه زي مالينا. فبتسيب تانية كل كلام راندي وبتمسك في مالينا وبتقرر ترجع ابنها ناحيتها عن طريق مالينا، وفعلا بتكلمها وبتعزمها في البيت. وبيكون مارك رجع وقبل ما يشوف مالينا بيكون بيكلم كريسا فيديو كول، وبتقوله انها مش زعلانه انه هيسيبها ويروح الكليه، لكنها عايزه قراره يبقى من دماغه مش عشان يرضي مامته وبس. وفي الوقت ده بيلاقي مارك مالينا داخله مع مامته البيت، ولانه ما عندوش مشاعر حقيقيه ناحيه كريسا ومشاعره الحقيقيه بتكون تجاه مالينا، بيقرر يفكس لكريسا اللي كان هيقابلها وبيقول لها انه مشغول مع مامته. وبيقعد مع مالينا ومامته بتديله فلوس ومفتاح العربيه عشان يستمتع معاها ويحس بالفرق لما يبقى مع واحده صغيره ولا واحده قد امه، ودي كانت حركه ذكيه من تانية. بيخرج معاها وبيكون مبسوط جدا لانه معجب بيها من زمان، وبتنتهي الخروجه ببوسه رومانسيه بترشق في عين كريسا اللي بتكون بتراقب مارك وبتعرف انه بيضحك عليها. ووقتها بيبان قد ايه كريسا ست مش طبيعيه. بتستنى مالينا تكون لوحدها في عربيتها وبتمسكها من رقبتها وبتعورها في وشها وبتهددها لو قربت من مارك تاني هتموتها. وطبعا مالينا بتختار حياتها وبتبعد عن مارك تماما، وبتحكي تانيا لراندي اللي حصل وانها ظبطت مارك مع مالينا. فبتلاقي راندي انفجر فيها وقال لها انه مش عاجبه تصرفاتها ولا بقى مرتاح لعقليتها وطريقتها وبيسيبها وبيمشي. اما مارك بيقرر يسحب نفسه واحده واحده من كريسا وبيحكي لصاحبه انه هيفكس لها وانه مبسوط مع مارينا اكتر، وفي كل الحالات هيسافر لجامعته مش هيكمل مع كريسا تاني. فبتكلم كريسا مارك وبتقول له انها ظبطت له ميعاد مع صديق ليها عشان ينفذ له التطبيق. فبيقرر مارك يكون ذكي ويروح الميتنج وهو يستفاد من وراها بحاجه حتى لو مش هيكمل معاها. وفعلا بيروح هناك والراجل بيعجب جدا بفكر وطريقة مارك، لكن ما بيقبلش يمول تطبيقه لأن في تطبيق مشابه ليه هينزل السوق خلال أيام، بس بيعرض عليه يشتغل معاه في شركته لأنه بيعجب بدماغ مارك وشطارته. وبعد ما الراجل بيمشي بتتخيل كريسا إن مارك اقتنع وهيشتغل فعلا معاه وهيسيب فرصة الجامعة، لكنها بتتفاجئ إنه رفض العرض وبيقول لها إنه هيسافر لجامعته. فبتحس كريسا إن مارك هيروح منها بجد، فبتضربه على دماغه وبيغمى عليه. ولما بيصحى بيلاقي نفسه في أوضة الساونا اللي في بيتها وبتكون مربطاه، وبتحكي له إنها قتلت جوزها لأنه بس بص لغيرها. فبيعرف مارك وقتها إن كريسا مش طبيعية، لكن بيكون الأوان فات وبتبدأ تعذبه. أما تانية بتحس بغياب ابنها وإنه اتأخر ومن امبارح مرجعش، بتكون قلقانة عليه جدا وبتحاول توصل له مش عارفة، وطبعا قلب الأم دليلها وإحساسها إنه في خطر طلع صح. بتمسك كريسا تليفون مارك فبتلاقي مامته متصلة بيه كتير جدا، بتبعت لها كريسا مسج من موبايل مارك على اساس انه هو وبتطلب منها تيجي لبيتها. بتكون تانية في الوقت ده قالت لراندي على اختفاء مارك وقلقها عليه، واول ما بتوصل لها المسج بتروح لبيت كريسا، ولما بتدخل بتديها كريسا كلبشات وبتقول لها لو عاوزه ابنها سليم تلبس الكلبشات دي. بتنفذ تانية تعليماتها وفعلا بتدخلها على الساونا وبتديها مسدس وبتقول لها ان قدامها حل، يا تانية تقتل نفسها ووقتها كريسا هتطلع مارك من هنا، يا تانية تقتل مارك وتنقذ نفسها. وبتسيب لها المسدس وبتخرج من الأوضة. بتحتار تانية وما بتكونش عارفة تتصرف، ولما بتلاقي ابنها قواه بتضعف أكتر وأكتر وما بيكونش عارف يتنفس من شدة حرارة الساونا اللي بقاله فيها كتير، بتقرر تقتل نفسها عشان تنقذ ابنها. وفي الوقت ده بتسمع جرس الباب بيرن وبيكون راندي، فبتقرر تانية تخدع كريسا وتضرب النار في الهواء عشان تدخل ووقتها يشتبكوا مع بعض.
ولأن المسدس ما كانش فيه غير طلقة واحدة بس، أول ما بتضربها تانية بتدخل كريسا عليهم وبتلاقي تانية على الأرض بتمثل إنها ميتة، وأول ما بتقرب منها بيشتبكوا مع بعض وبتمسك تانية وش كريسا وتحطه على الحجر المولع وبتاخد ابنها وبتخرج بره الساونا. بتكون قواه انتهت وبيحاول يقاوم عشان يخرج من المكان، وكعادة الأفلام الناس كلها بسبعة أرواح. بتقوم كريسا وبتجري وراهم بسيخ حديد عشان تقتلهم، بس راندي بيضربها وبيوقعها في البول وبتموت، ولأنه بيكون استنتج وجود تانية هنا، ووقتها بيصدق إن إحساسها كان صح وحقيقي. وبيخلص الفيلم بماركو وهو بيستعد ورايح جامعته، وبتكون الحياة رجعت لطبيعتها مرة تانية. وكلنا اتعلمنا من الفيلم ده نسمع كلام أمهاتنا، لأنهم فعلا عندهم الحاسة الستة وبيعرفوا يحكموا على الناس. بس بصراحة كده الطريقة اللي كريزا ماتت بيها ما ريحتنيش، عاوزين شوية شر زيادة. لو في ايديكوا تحطوا نهاية للفيلم هتقتلوها ازاي؟ الفيلم ده من كتابة ريم هشام المعاليفي وتعليق صوتي ستيفن حليم. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في الصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.